السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أميمة اف اش. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال، تكونوا فرحانين ناشطين وبصحه مزيانه. كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم وصفه حلوه، كيك بثلاثه طبقات. يعني كيجي هنايا طبقه الكيك، فوق منها طبقه ديال الكريم، واخر طبقه هي طبقه ديال الكاناش، وزينته هنايا بالبيستاش كونكاسي. كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالو غزال بزاف، والمذاق يعني رائع جدا وسهل، ما فيهش بزاف المقادير ولا بزاف الخطوات. وديال هذا الجو هذا يعني ديال هذا الصهد كيجي هكا مبرد وزوين. بالنسبه لعشاق الشوكولا هذه هي الوصفه اللي غادي تولي معتمده عندكم. دونك هنايا قطعت معكم هذا الطريف هذا باش تشوفوا كيجي المنظر ديالو. كما كتشوفوا كيجي شاد بعضياتو، كاع الطبقات شادين في بعضياتهم. الكيك كيجي موالو بحال البراوني، كيجي فريمون غزال. والطبقه ديال لا كريم من الفوق ها هي شاده راسها، بيان سور الغاناش اللي كيعطي المنظر الجميل ديال لو غاتو ديالنا. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت النباتيه، كاس ديال السكر. انا هنا تقريبا نقصت منه واحد 2 معالق كبار باش تجي الحلاوه هي هذيك جوست. هنايا عندي نص كاس ديال الكاكاو المر. بالنسبه لهذا الكاكاو خديت تقريبا واحد نص كاس قل 2 معالق كبار ديال الكاكاو هذاك اللي كيتباع ديال العبار، وزدت عليهم كاكاو ديال الايديال اللي كيكون في ساشيه، كيكون المذاق ديالو صراحه زوين بزاف. عندي هنايا دانون هنا بنكهه الفاني، 2 بيضات، عندي 2 كيسان ديال الدقيق ديجا غربلتهم هنايا، وعندي خماره. دونك غادي ندوزو للطريقه. في كاس ديال المولينكس غادي اول حاجه نوجدو لاصوص. غادي نحتاجو فيها كاس ديال الحليب. هاد لاصوص هذه هي اللي غادي تكون في الوجه ديال الكيك، وغادي تكون في الداخل الكيك، وغادي ناخذ منها حتى شويه في ديك لا كريم اللي غادي نديرو. دونك ضفنا هنايا كاس ديال الحليب، غادي نديرو عليه كاس ديال الزيت، غنضيفو الكاس ديال السكر، وغادي نضيفو عليهم الكاكاو كله. دونك هاد المكونات هادو غادي نخدموهم مزيان في المولينكس. دونك صافي، هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه، هو هذا. غادي ناخذ منه تقريبا واحد الكاس لاروب من هذا الخليط هذا. دونك كنا غادي ناخذ واحد كاس لاروب من هذا الخليط بحال هكا. دونك هذا غادي نحتفظوا به على جنب. شفتوا كي كتجي لاصوص فريمون ثقيله زوينه بزاف. دونك هنايا دابا غادي نضيفوا هذا الياغورت فاني. تقدروا نتوما تضيفوا ياغورت شوكولا نيت، دانيت شوكولا، باش تحافظوا على هذا المذاق. انا هنا بغيت نهرس شي شويه لو غو ديال الشوكولا باش ما تجيش قاصحه بزاف شوكولا. غادي نضيفوا البيض صافي، وغادي نحركوا هاد المكونات هادو مزيان تاني في المولينكس حتى ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيفوا دقيق، الخميره ديال الحلوه غادي نضيفوه على 2 ديال الدفعات. وغادي نضيف الكميه الثانيه. هنايا غادي نضيف معاها الخميره ديال الحلوه، ساشي ديال الخميره، يعني تقريبا فيه 8 غرام. دونك اللي ما عندوش لي ساشي عنده خميره هكا بالغرام يدير 8 غرام. صافي نحاول نخلط هكا شي شويه غير بالسباتول، ومن بعد غادي ندور المولينكس. سي بون صافي، نخليه دابا يطيب مزيان. صافي كنحصلوا على خليط بحال هذا،
بحال هذا الشكل هذا. دونك دابا غادي ندوز ندهن لو مول ديالي. اول حاجه غنشعل الفران، من بعد غندهن لو مول. انا ندير كلشي قدامكم، دونك هاد الاثناء غنمشي نشعل الفران ونرجع. انا لو كيك ديالي غادي نطيبو في هاد لو مول هذا. ها هو ديجا دهنتو بالزبده، دونك لو مول ديالكم خصكم تدهنوه مزيان بالزبده. التحت ديالو الجوانب حتى هما تعطيوه الوقت مزيان ودهنوه كمسا ملي نجيو نخرجوا لا كيك ما يعذبكمش. ها نتوما كتشوفوا راه فريمون دهنتو مزيان بحال هذا الشكل هكا صافي. ودابا غادي نرش عليه شويه ديال الدقيق، دونك غادي نرشوه شويه بالدقيق هكا، نقدروا نديروا بحال هكا. وابخي انا غادي نسيرو في لو مول كامل بحال هذا الشكل هكا. دابا غادي نجي نكب لو كيك ديالي بالشكل هذا، نحاول نهز يدي الفوق كومسا الهواء كيدخل في لو كيك كيجيني مهوي مزيان. هادو من لي زاستوس باش كيجي الكيك ديالنا مهوي وطالع. دونك غادي نهبط هادشي كله. غادي نحاول نايطالي هكا باش يجيني متساوي في الحجم ديالو. كما قلت لكم راه ديجا شعلت الفران، دابا بقى لي غير نقاد ليه هكا الجوانب ونايطالي لاباط مزيان باش ما يجينيش مايل من شي جهه بحال هكا صافي. وغندخلو يطيب على عافيه فريمون مهيله، العافيه تكون غير من تحت منه غير من هنا ومهيله تقريبا واحد المده ديال ساعه. دونك هنايا بالنسبه لاكريم يلاه رديت البال بانه راه ما صورتش لكم الجزء اللي كان ندير فيه المقادير، دونك غادي نقولهم لكم بحال هكا. عاد غادي ندوزو لطريقه التحضير ديالها. دونك هنايا عندي 2 كيسان ديال الماء اونس بارد، يعني عادي ما يكونش دافي. درت ليهم 4 المعالق ديال لا كريم باتيسيير مع فلان ديال الشوكولا مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. وغادي نحرك هاد المكونات هكا على البارد. عاد غادي نديها فوق البوطه باش تعقد ليا مع التحراك. دونك غنحاول ندمج هاد المقادير كاملين. هنا كتشوفوا ديك لا كريم باتيسير كتهبط لتحت وكتكتل. هانتوما كتشوفوا راه ملي كنحرك ما كتخلينيش نحرك على خاطري بحال هكا. نحركوها مزيان صافي. دابا غادي نديها فوق البوطه على عافيه مهيله وانا كنحرك بحال هكا والعافيه راها شاعله. دونك من بعد ما عقدت ليا لا كريم غادي نجي ديريكتومون نايطاليها من فوق الوجه ديال الكيك ديالي، نايطاليها وهي سخونه باش كتعطيني الطوع، ومن بعد كندخلو الثلاجه. بالنسبه لهنايا الكريم اللي غادي تكون في الوجه ديال الكيك غادي نحتاج هذيك لاطوس اللي خلينا في الاول ديال الفيديو، ضفت عليها 4 كاس ديال الحليب وغادي نخلطهم مزيان ونديهم فوق البوطه حتى نحس بها بدات كتعقد. ابري غنحيدها فوق البوطه كما كتشوفوا. غادي نضيف عليها شوكولا نوار. انا فضلت انني ندير شوكولا نوار، درت ديال 85%. نتوما تقدروا ديروا اي شوكولا حتى الشوكولا ولي الا كانت كتعجبكم الحلاوه، حيت الا درتوا هاد الشوكولا كتجي تبقى شويه مره. دونك غادي نحاول نحركهم مزيان كما كتشوفوا حتى يذوب ليا هذاك الشوكولا. وغادي نخرج لو كيك ديالي ونايطالي هاد الطبقه هذه ديريكتومون حتى هي فوق لو كيك. نحاول نايطاليها ونجيبها، يعني نحاول نخلي لها طبقه تكون ملسه. انا خدمت غير بهاد السباتول هذه العاديه، تقدروا تخدموا بهذاك السباتول اللي كنخدموا بها لي غاتو على كريم باش تجيكم طبقه متساويه. سينو ديروا بحالي تخليو فيها هاد التدرجات حتى هما تيعطيو منظر زوين. وغير بالخاطر دغيا راه غادي يتقاد لكم لو كيك كما كتشوفوا. انا خليت فيها هذوك التدرجات، دخلت هاد الثلاجه تشد راسها. ابخي جيت قسمتها. دونك تقدروا تقسموها طريفات صغار من هكا. المهم انا درت هادو الطريفات من بعد عاود قسمتهم وزينت هنايا بالبيستاش كونكاسي. تقدروا ديروا اللوز افيلي كما تقدروا ديروا الكوك، يعني اي حاجه توفرات عندكم تقدروا تزينوا بها. انا كنعطيكم فقط الاقتراح. هنا غادي نحاول نهز معكم طريف بحال هكا باش كتشوفوا كتجي فريمون شاده في راسها والمنظر ديالها فريمون كيجي غزال
زعما كيشهي انكم تاكلوها. كما كتشوفوا الطبقات كيجيو شادين في راسهم وباينين. كنتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك وتخليوا لي شي كومونتير زوين، وكنقول لكم عواشركم مبروكه، والى فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.